ليفربول يواصل السقوط هذا الموسم، وهذه المرة أمام برنتفورد. مشكلة ليفربول الموسم ده هي مشكلة واضحة وصريحة، مشكلة فنية في وسط الملعب. ولكن حتى الآن طريقة معالجة المشكلة اللي بيواجهها ليفربول من الإدارة ومن يورجن كلوب سيئة للغاية. أفكار كلوب واضحة وصريحة: الضغط العالي والدفاع المتقدم، الطريقة اللي لو اتنفذت صح بتخنق أي خصم بيواجهها. وده اللي كان نجح فيه كلوب مع ليفربول المواسم الماضية. وعشان تطبق الأفكار دي لازم تكون بتمتلك خط وسط قوي جدا، وده اللي بيفتقده ليفربول الموسم الحالي. شخصيا مش معترف بأي لاعب وسط في ليفربول غير فابينيو وتياجو الكانتارا، وحتى فابينيو مبتعد عن مستواه الموسم الحالي. وتياجو الكانتارا اصاباته كتير، بالرغم من ان تياجو الكانتارا لعيب رقم 8 الا ان مساهماته التهديفيه قليله جدا مقارنه مثلا بدي بروي مع مانشستر سيتي اللي بيلعب في نفس المركز. ليفربول المواسم الماضيه لما كان بيفقد الكوره كان وسط ملعبه بيستخلص الكوره من الخصم في غضون ثواني قليله، لكن الموسم الحالي اول ما الكوره بتتقطع من لاعبي ليفربول مفيش استخلاص في الكوره. مع الدفاع المتقدم المنافس بيلاقي مساحات يرمح فيها الخيل. من وجهة نظري ان في حلين للمشكلة لانقاذ ما تبقى من الموسم. الاول وهو انتداب لاعب او 2 لعيبة وسط مميزين، وطبعا ده خيار مرفوض من الادارة ويورجن كلوب حسب التصريحات الاخيرة، لان هدفهم الاول هو التعاقد مع بيلينغهام في الصيف واللي هيكلف النادي ميزانية كبيرة. ولكن لو انت استمريت بالطريقة ديت فبيلينغهام مش هيجيلك، اكيد مش هيروح للنادي بيلعب في اليوروبا ليج، خصوصا ان في عروض قوية من اندية تانية ابرزهم ريال مدريد. الحل الثاني هو تغيير طريقة واسلوب اللعب: فان دايك، كوناتي، ماتيب في قلب الدفاع، ارنولد في اليمين وروبرتسون في الشمال مع حرية اكبر، فابينيو وتياجو الكانتارا كلاعبي ارتكاز، صلاح، جاكبو، داروين نونيز. ده افضل تشكيل من وجهة نظري في حال لم يتعاقد ليفربول مع اي لاعب وسط في نافذة الانتقالات الحالية. الطريقة دي بتديك عمق دفاعي اكثر، حرية اكبر لارنولد وروبرتس، تواجد فان دايك وماتيب وكوناتي وداروين نونيز وفابينيو وجاكبو، كل دي لعيبة مميزة جدا في ضربات الرأس، واللي هيكون ليها تأثير مباشر على الضربات الثابتة اللي ليك واللي عليك.